Saya tinggal di panti ini karena keluarga saya tidak mau, jadi saya terpaksa tinggal di sini. Saya kan taruh di jalanan itu, katanya gini, kalau aku tidak ada yang ambil gimana, ya terserah. Loh, kalau emak jadi pengemis gimana, ya terserah. Jawabnya dia cuma begitu aja, nak. Kok tega gitu ya, orang tua ditinggal di jalanan. Ya kalau ingat itu saya ya sakit hati, nak. Gede nih ya, gede iya, masih bayinya saya urus ya, ya kan, giliran orang tua sudah gak bisa diambil saya, ini iya, saya nggak apa-apa, nggak dendam, nggak apa, ya udah saya pasrahkan sama atas, walaupun sampai mati pun nggak mungkin dia nengok, nggak tahu, nggak mungkin. لو كان عمرك بيدي لمددته ولكنه بيد ربي، فهل يكفيك حبي؟ الأم هي الحب الثابت الذي لا يتغير، كل من حولك يتغير إلا أمك، كل من حولك يهجرونك إلا أمك، كل من حولك في المحنة يتركوك إلا أمك، أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، كم سهرت لترتاح وكم تعبت لأجل أن تنام وترتاح، أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء فتستيقظ على غطاء؟ أولا تذكر يوم أن كنت تستيقظ في الصباح فتجد الطعام بجوارك، من كان يجهزه؟ أنسيت هذا كله؟ أنسيت هذا كله؟ أماه، خذي من صحتي ولا تمرضي، خذي من راحتي ولا تتعبي، خذي من بسمتي ولا تبكي، خذي من فرحتي ولا تحزني. الأم أيها الكرام التي وصى عليها رب السماوات والأراضين، ماذا يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم؟ ماذا يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم؟ بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات، يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في هاتفه. والله بعضنا بل إن لم يكن معظمنا يرى شاشة هاتفه أكثر مما يرى أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.